عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قنوات السعودية الرياضية أينما كنتم. يحدثكم محمد الخامسي، يسر أن ينقل لكم وصفا كاملا وتعليقا شاملا على لقاء اليوم، اللقاء المنتظر، قمة بطولة تبوك الدولية الودية الأولى، النصر والاتحاد في تحديد المركز الثالث والرابع. أمنياتنا وطموحاتنا بأن نرى مباراة في مستوى مثير وممتع كما عهدناها من الاتحاد والنصر، فريقين كبيرين. تشكيلة الفريقين في لقاء اليوم: فريق نادي الاتحاد يدخل لقاء اليوم في حراسة المرمى عساف القرني، كظهير ايسر عدنان فلاته، في خط الدفاع احمد عسيري وبدر النخلي، عبد الله شهيل كظهير ايمن، في خط الوسط جمال باجندوح بديلا لمعتز تنبكتي في لقاء اليوم امام فهد الانصاري وكارلوس فيلا نويفا في خط الوسط. من اليسار محمود كهرباء، ومن اليمين عبد الرحمن الغامدي، وفي خط المقدمه المهاجم التونسي احمد العكايشي. هذه بالنسبه لتشكيله فريق نادي الاتحاد. تشكيله فريق نادي النصر في لقاء اليوم: حسين شيعان في حراسه المرمى، من اليمين خالد الغامدي، عبد الله مادو، محمد عيد، احمد عكاش. في خط الوسط عصام القرني وعوض خميس، شايع الشراحيلي وحسين عبد الغني، احمد الفريدي. وفي خط المقدمه المهاجم نايف هزازي. هذه تشكيله فريق نادي النصر في لقاء اليوم. اتمنى ان شاء الله ان يظهر هذا اللقاء بمستوى مثير وممتع وسط حضور جماهيري كبير في لقاء اليوم في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، واللي تتسع الحضور فيها إلى 20,000 متفرج في ملعب هذا اللقاء. لقاء الثالث والرابع بين الفريقين. الاتحاد خسر بركلات الترجيح في اللقاء الماضي امام الانتاج الحربي بعد التعادل الايجابي في الاوقات الاصليه بهدفين. كان الاتحاد اللي سجل في مباراه الانتاج الحربي احمد العكايشي وعبد الرحمن الغامدي. بالنسبه للنصر تعادل سلبي في اللقاء الذي جمع مع فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، ولكن خسر بركلات الترجيح. كره محاوله الان لفريق نادي النصر، مقطوعه اتحاديه، جمال باجندوح لفهد الانصاري. الاتحاد يلعب بنفس التشكيله اللي لعبت لقاء الانتاج الحربي، فقط بتغيير واحد في خط الوسط اللي هو جمال باجندوح بديلا للمصاب معتز تنبكتي. نصر ومدربه الكرواتي زوران ماميتش اجرى تغيير تقريبا 70% من اللاعبين اللي لعبوا اللقاء الماضي. كره محاوله في خط الوسط، خطا الان لصالح فريق نادي الاتحاد ولمحمود كهرباء. يدير المباراه طبعا تحكيميا حكم ساحه درجه اولى محمد النحيت، مساعد اول ناصر الفايدي، ومساعد ثاني عمر الجمل، وحكم رابع مشاري. كرة طويلة محاولة خطيرة من محمود كهرباء في بداية للاتحاد، تذهب لضربة مرمى لصالح حارس مرمى فريق نادي النصر حسين شيعان اللي يحل بديلا لعبد الله عنزي في لقاء اليوم. محمد عيد الان لكرة نصراوية، ظهر في الشاشة المدرب الاتحادي السيد خوسيه لويس سييرا مدرب فريق نادي الاتحاد. كرة محاولة في وسط الملعب، احمد العكايشي يلعب كرة لفهد الانصاري، تعود من جديد الغامدي، لمسة الى عبد الله الشيل، محاولة الان اتحادية. عبد الله من الجهة اليمنى يلعب كرة لعبد الرحمن الغامدي، يحاول يعود بالكرة، كرات بينية لاعبين فريق نادي الاتحاد. جمال باجندوح لفهد الانصاري، يعود بالكرة لدفاعات الفريق. بدر النخلي احد الاسماء اللي استقطبها فريق نادي الاتحاد في هذا الموسم في خط الدفاع من فريق نادي الفتح. اللاعب بدر النخلي لاعب فريق نادي الفتح السابق، لاعب الاتحاد الحالي. ظهر في الشاشة قبل قليل زوران ماميتش مدرب فريق نادي النصر. مدربين جديدين على الفريق سواء الاتحادي او حتى النصراوي. كرة محاولة عدنان فلاته، عدنان يحاول يلعب كرة عرضية، محاولة ابعد كرة من محمد عيد.
لفادي الانصاري، يحاول الاتحاد، فادي يحاول مرور، يمر من الغامدي، يعود بالكره، الضغط من عبد الغني والغامدي على فادي الانصاري، يكسب كره خالد الغامدي الظهير الايمن، يعود بالكره محمد عيد، يلعب كره طويله لفريق نادي النصر، تعود اتحاديه فلاته، يحاول عبد الغني وكره تذهب الى رميه جانبيه لصالح فريق نادي الاتحاد. نشاهد الكابتن حسين عبد الغني قائد الفريق النصراوي يلعب في الوسط، عكس ما كنا نرى دائما عبد الغني يلعب كظهير ايسر، واليوم يلعب في خط الوسط. حسين عبد الغني احد اللاعبين الكبار في كرة القدم السعودية، واللاعب اللي كل ما يتقدم في العمر كل ما يزداد عطاء. الكابتن حسين عبد الغني لاعب مميز، لاعب مميز. كرة طويلة، محاولة الفريدي، تغيير اللعب للجهة اليسرى، محاولة وانطلاقة نصراوية، شايع من الجهة اليسرى، الضغط من عبد الله شيل، شايع يحاول يمرر الكرة، عودة من الغامدي للتغطية، تمير كرة لأحمد عكاش، عبد الرحمن الغامدي يمر، محاولة اتحادية الآن من الجهة اليمنى، كرة طويلة خطيرة الاتحاد، العكاش يلعب كرة، الله، محاولة خطيرة لفريق نادي الاتحاد، انطلاقه من عبد الرحمن الغامدي، تمرير كره طويله الى احمد العكايشي اللي حاول، شوف العكايشي انطلق وحاول، ولكن كره ذهبت لضربه مرمى النصر. فريد الهزازي، لا يحاول الرد للنصر، هزازي حلو، فكرتها جميله من نايف هزازي، عمليه التسديد كانت رائعه من هزازي، ولكن الكره كانت اضعف وسهله في يد عساف القرن. مباراه حلوه حتى الان، هجمه للاتحاد وانطلاقه كانت من المهاجم احمد العكايشي، الرد سريع من نايف هزازي اللي انطلق وسدد كره، لكن عادت الان لفريق نادي الاتحاد. رميه جانبيه الاتحاد اللي عسكر داخليا في مقر النادي، فريق نادي الاتحاد، ولعب خلال معسكره في جدة مباراتين فقط، واحدة كانت امام الربيع وهي الاولى واللي انتصر الاتحاد فيها ب5 اهداف، المباراة الثانية كانت امام وج وانتصر الاتحاد ب7 اهداف مقابل هدف. هي المباراتين فقط الوحيدة اللي لعبها فريق نادي الاتحاد في معسكر الاعدادي الداخلي. بالنسبة للفريق النصراوي عسكر في كرواتيا، لعب 4 لقاءات، كانت امام لوستيك الاوكراني ودينامو زغرب وايضا انتربروسيك وفريق نادي فراسدين الكرواتي 4 لقاءات قبل هذه البطولة. استعداد خارجي من النصر واستعداد داخلي من الفريق الاتحادي. جمال بجندوح في وسط الملعب يمرر كرة، لمسة من فيلانويفا لمحمود كهربا، يحاول الاتحاد، تعود لمحمد عيد الى عوض خميس، عوض يحاول مرور، عوض وسط ضغط، مر عوض للنصر، عوض يحاول يمر ينطلق للنصر، فريدي لمسة جميلة لعوض خميس، نصراوية خطيرة، ولكن كرة تعود، لمسة جميلة كانت من احمد الفريدي اللي يلعب خلف المهاجم نايف هزازي في لقاء اليوم. كرة لأحمد العكايشي الآن للاتحاد، العكايشي يحاول مرور للاتحاد، عرضية محاولة، لكن التغطية موجودة من عبد الله مادو، تغطية من دفاع النصر ومن عبد الله مادو، أحد الأسماء الشابة في صفوف فريق نادي النصر. عصام القرني أيضا من الأسماء الشابة اللي يزج بها المدرب زوران ماميتش في لقاء اليوم. عصام يلعب كرة للفريدي للاتحاد او للنصر، فريدي يلعب كرة طويلة، هزازي يحاول وكرة سهلة الى عساف القرني. كرة طويلة من نايف او من احمد الفريدي، نايف هزازي في محاولة نصراوية، كرة تعود الان للاتحاد، مقطوعة للنصر، محاولة خطيرة الان، الفريدي لنايف هزازي، خروج لعساف هزازي، خطير اللقطة الماضية،
خطيرة المحاولة الماضية لفريق نادي النصر. شوف الإعادة، الضغط كان موجود من عصام القرني، لعب كرة بينية الفريدي إلى هزازي، هزازي سدد ولكن القرني أبعد الكرة إلى ركنية. أولى الركنيات في لقاء اليوم للنصر. الفريدي يلعب كرة لعبد الغني حسين للنصر، يمر الكرة طويلة لأحمد الفريدي إلى ضربة مرمى لصالح فريق نادي الاتحاد. محاولة خطيرة لفريق نادي النصر ذهبت إلى ركنية، كانت من تمرير الفريدي لنايف هزازي. كرة الآن لصالح فريق نادي الاتحاد، ضربة مرمى عساف القني على التنفيذ. عساف يلعب كرة طويلة للاتحاد، بالصدر تعود من فهد الأنصاري، يمر الكرة للنصر لخالد الغامدي إلى رمية جانبية. رمية جانبية، طبعا بطولة تبوك الدولية الودية الأولى واللي بدأت يوم الثلاثاء الماضي بمواجهة المواجهة لجمعت الإنتاج الحربي وفريق نادي الاتحاد، وانتهت بفوز الإنتاج الحربي بركلات الجزاء وبركلات الترجيح. في اللقاء الثاني جمع النصر مع الوداد البيضاوي وانتهت أيضا بالتعادل ولكن السلبي، وذهبت إلى ركلات الترجيح وانتصر فريق نادي الوداد. يوم ثالث ورابع بين النصر والاتحاد، وأيضا بعد هذه المباراة هناك النهائي. محاولة تغطية موجودة من جمال بجندوح إلى عساف القرني، يلعب كرة طويلة، محاولة في وسط الملعب، راية والتسلل على المهاجم التونسي أحمد العكايشي مهاجم فريق نادي الاتحاد. عنده هدف في البطولة أحمد العكاشي كان أمام الإنتاج الحربي. كرة محاولة للفريدي في وسط الملعب، أحمد الفريدي يلعب كرة الجهة اليمنى لعبد الغني من الجهة اليمنى النصراوي حسين لأحمد الفريدي. الفريدي يحاول يمر لحسين عبد الغني للنصر، كرة عرضية، محاولة عبد الله الشين يحاول يبعد كرة تعود لشيع شرحيلي. الآن للنصر محاولة وتمريرة، الفريدي بالكعب تمريرة حلوة لشايع، شايع يحاول مرور ولكن كرة شايع تطول وتذهب إلى ضربة مرمى لصالح الاتحاد. أكثر من كرة نصراوية تمر لأحمد الفريدي ليبدأ توزيع اللعب وبداية الهجمة. الفريق النصراوي أحمد الفريدي أحد الأسماء واحد النجوم المعروفة في كرة القدم السعودية، لاعب مميز في خط الوسط. كرة محاولة تعود من أحمد عكاش إلى شايع شراحيلي للنصر. عكاش يحاول، الفريق النصراوي يمر، تغطية موجودة بدر النخلي إلى أحمد عكاش إلى رمية جانبية. تنافس بين اللاعبين في أرضية الملعب قوي جدا، وسط أيضا تشجيع ومؤازرة من جمهور الفريقين. عدنان فلاتة العائد لصفوف فريق نادي الاتحاد من تجربة كانت مع التعاون وقبلها كذلك مع النصر. عدنان فلاتة الظهير الأيسر، كرة محاولة الآن اتحادية، أحمد العكايشي التونسي يحاول يلعب كرة بالخطة تعود في وسط الملعب. عوض خميس لفريق نادي النصر، تغطية من فهد الأنصاري على عوض خميس. عوض يعود بالكرة لخالد الغامدي لحسين عبد الغني. عبد الغني تغيير اللعب جميل إلى الفريدي. أحمد الفريدي يلعب كرة طويلة ومحاولة لأحمد عسيري بالخطة تعود لهزازي، خطيرة النصر. نايف هزازي يحاول على رأس منطقة الجزاء، شايع حلوة محاولة لفريق نادي النصر، وسط مؤزرة من الجماهير النصراوية الحاضرة. شايع سدد وحاول، النصر أخطر خلال الدقائق الماضية في محاولة خطيرة، كرة ومحاولة وعملية شد من أحمد عكاش وخطأ لعبد الرحمن غامدي. ويبدو لي أولى البطاقات من الحكم، حكم الساحة في لقاء اليوم السيد محمد النحيل. شوف الإعادة اللقطة والهجمة النصراوية الماضية، هناك خلل واضح في العمق الدفاعي الاتحاد، ونلاحظ استغلال هذه العملية من أحمد الفريدي اللي يلعب كور في العمق لنايف هزازي، يحاول أكثر من مرة. الآن خطأ لفريق نادي الاتحاد على
التنفيذ المتخصص التشيلي كارلوس فيلانويفا، بطاقة صفراء فعلا أولى في المباراة للظهير الأيسر للنصر أحمد عكاش. فيلانويفا على تنفيذ كرة ثابتة لصالح فريق نادي النصر، لصالح فريق نادي الاتحاد. كارلوس فيلانويفا في كرة ثابتة خطيرة على مرمى حسين شيعان الحارس النصراوي. فيلانويفا ولكن كرة تمر إلى ضربة مرمى لصالح فريق نادي النصر. شوف التسديد كان متواجد من كارلوس فيلانويفا، اللاعب التشيلي لاعب فريق نادي الاتحاد. كرة محاولة اتحادية، تسديدة تعود خطيرة الاتحاد داخل منطقة الجزاء، ومحاولة اتحادية تعود من جديد إلى أحمد العكايشي. الاتحاد أحمد يلعب كرة عرضية، محاولة ومخادعة لحسين شيعان، تذهب إلى ضربة مرمى. تذهب إلى ضربة مرمى لصالح فريق نادي النصر في محاولة ماضية اتحادية. حسين شيعان على تنفيذ ضربة مرمى نصراوية، يلعب كرة الجهة اليمنى لحسين شيعان، كرات بينية ما بين محمد عيد وحسين شيعان. تمرير كرة لفريق نادي النصر، عيد يلعب كرة طويلة لصالح الفريق النصراوي، تذهب إلى رمية جانبية كما يشير لها المساعد الثاني لحكم المباراة ناصر الفايدي لصالح فريق نادي الاتحاد. بدر النخلي في بداية هجمة اتحادية، شيل من الجهة اليمنى، تمريرات بينية لاعبي فريق نادي الاتحاد ولدفاع فريق نادي الاتحاد. كرة محاولة لمحمود كهربا، شايع يحاول مرور، يمر يلعب كرة مقطوع من عدنان فلاتة لأحمد عسيري للاعبي فريق نادي الاتحاد. الاتحاد قام بتغيير جذري للأجانب في بداية هذا الموسم وببداية الاستعداد. 4 لاعبين جدد أجانب في صفوف فريق نادي الاتحاد. محاولة من الغامدي ولكن كرة تذهب إلى ضربة مرمى للنصر. استقطب المصري محمود كهربا وكذلك فهد الأنصاري وكارلوس فيلانويفا، واخيرا المهاجم التونسي احمد العكايشي. هذه بالنسبه للاعبين الاجانب في صفوف فريق نادي الاتحاد، تونسي ومصري وتشيلي وكويتي يشاركون الاتحاد استعدادا للموسم القادم. بالنسبه لفريق نادي النصر موجود ايفان الظهير الايمن الكرواتي، كذلك ايالا اللي وقع مع النصر قبل يومين، اللاعب البرتغالي. كرة محاولة الآن لفريق نادي الاتحاد، كهربا بمهارة وفاصل يحاول مرور ولكن تعود للنصر. حسين عبد الغني حاول مرور بالخبرة وتجاوز فيلانويفا، يلعب كرة لأحمد الفريدي، تمرير كرة طويلة، محاولة لفريق نادي النصر. شايع شراحيلي مع عدنان فلاتة، يعود بالكرة لخالد الغامدي للنصر. خالد تمرير كرة طويلة سهلة لبدر النخلي ولدفاع الاتحاد إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي الاتحاد. بالنسبة للنصر كرة محاولة الآن لفريق النصر، تعود حسين شيعان، يتأخر في لعب كرة لأحمد عكاش للنصر من الجهة اليسرى. محاولة الآن لفريق النصراوي، أحمد عكاش بالخطأ، تمرير كرة لبدر النخلي مدافع الاتحاد. تجانس أكيد غير متواجد في الفريقين، طبعا بداية استعداد يعني بعد معسكرات، ولن يأتي التجانس إلا في بداية الموسم للفريقين. راح تكون مبارياتهم القادمة في الأسبوع القادم في بداية دوري عبد اللطيف الجميل السعودي. الاتحاد سيواجه فريق نادي الراي في القصيم،
يوم 11 أغسطس. النصر سيواجه فريق نادي الفتح في الرياض يوم 12 أغسطس القادم. كرة محاولة لفريق نادي النصر في وسط الملعب. عصام القرني يلعب كرة لحسين عبد الغني، محاولة نصراوية. عبد الغني يحاول للنصر، تسديدة حلوة. هذا التسديد، لم يكن هناك ضغط على حسين عبد الغني. اللقطة الماضية حاول حسين وسط نظرات من زوران ماميتش المدرب الكرواتي، مدرب اللي يحمل سي في جيد جدا بل ممتاز لمدرب فريق بدأ التدريب عام 2013، حقق الدوري الكرواتي مع فريق نادي دينامو زغرب الكرواتي 2013 14 و15، وكأس كرواتي أيضا 15 و16. مدرب الكرواتي ابن 44 عام السيد زوران ماميتش. كرة محاولة عن جمال بجندوح، تمرير كرة بينية لفريق نادي النصر. نايف يلعب كرة طويلة لأحمد الفريدي، الفريدي لا للنصر للجهة اليمنى، يحاول الفريدي للنصر يمر الكرة. حسين عبد الغني يلعب كرة بينية، عصام القرني تغيير اللعب لشايع شراحيلي للنصر من الجهة اليمنى، تمرير كرة سريعة لخالد الغامدي، ومحاولة فريق النصر خطيرة داخل منطقة الجزاء. الله، محاولة نصراوية ماضية، والتمريرة من شايع شراحيلي، مجهود قوي من شايع شراحيلي، مرر كرة جميلة يا أحمد الفريدي اللي سدد كرة تمر بجانب القائم، ضربة مرمى للاتحاد. شوف الإعادة في اللقطة الماضية اللي طلب الاستمرارية حكم المباراة السيد محمد الحيت. كانت محاولة خطيرة، النصر هجماته إلى الآن أخطر من الفريق الاتحاد. فريق نادي النصر خلال الدقائق الماضية أخطر من الفريق الاتحادي في الهجمات خلال الدقائق الماضية. كرة محاولة الآن، الغامدي، عصام إلى حسين عبد الغني، يعود بالكرة لحارس حسين شيعان. عبد الله مادو مدافع فريق نادي النصر لاعب المنتخب الأولمبي. عبد الله مادو، كرة ومحاولة مقطوعة لفهد الأنصاري، تمرير كرة لمحمود كهربا، المهارة الفردية، كهربا مر بمهارة فردية، يلعب كرة للجهة اليمنى. عبد الله الشيل لعبد الرحمن الغامدي، يلعب كرة عرضية، محاولة عكايشي، والكرة تمر إلى ضربة المرمى. محمود كهربا بفاصل مهاري معروف، اللي يعرف محمود كهربا اللاعب المصري لاعب الزمالك المعار للاتحاد، لاعب يتميز بالمهارات الفردية، يتميز بالمهارات الفردية. محمود عبد المنعم كهربا 22 سنة، اللاعب اللي بدأ مشواره في كرة القدم مع فريق نادي إنبي المصري من 2011، وذهب إعارة لأكثر من فريق السويسري كولوزين السويسري في موسم 2013، وكذلك فريق نادي غراس هامبورغ أيضا السويسري في 2014، وانتقل للزمالك في موسم 2015 وأيضا في موسم 2016 اللي هو محمود كهربا، وبعد ذلك أعير لفريق الاتحادي في هذا الموسم. محاولة عدنان للاتحاد عرضية خطيرة، وكرة وإبعاد عبد الله مادو. محاولة للفريق الاتحادي، الغامدي يبعد كرة لشايع شراحيلي لعوض خميس، مقطوعة من جمال بجندوح لأحمد عسيري الاتحاد. تمريرة كارلوس فيلانويفا، تغيير اللعب للجهة اليمنى لعبد الله شيل للاتحاد. شيل يحاول فريق نادي الاتحاد، تمرير كرة لكارلوس فيلانويفا، كرات بينية لاعبين فريق نادي الاتحاد. عدنان فلاتة قائد الفريق الاتحادي لجمال بجندوح، تمرير كرة من العمق لكارلوس فيلانويفا لأحمد العكايشي، وإبعاد كرة من دفاعات النصر. بدأ الاتحاد الآن يسيطر على اللعب ويبحث عن التقدم الفريق الاتحادي. عدنان فلاتة، تمرير كرة لفهد الأنصاري،
نجم الكويتي لاعب فريق نادي القادسية. أولى تجارب فهد الأنصاري الاحترافية لاعب فريق نادي القادسي، واللي حقق بطولات وإنجازات مع الفريق القدساوي. كرة محاولة من الأنصاري، تمرير كرة إلى رمية جانبية. في المباراة الماضية فهد الأنصاري كان أكثر لاعب اتحادي لمس الكرة، وفهد الأنصاري من طبيعة لعبه يميل للهجوم أكثر من الناحية الدفاعية. اللاعب الكويتي فهد الأنصاري كرة طويلة، الغامدي يحاول لفريق نادي الاتحاد، عملية شد عبد الرحمن الغامدي وخطأ لصالح أحمد عكاش. لإحسان عبد الغني للنصر، عصام القرني لأحمد الفريدي، لشايع للنصر، انطلاقه من الجهه اليمنى، شايع شرحيلي يمر الكره لخالد الغامدي لفريق النصراوي، كره عرضيه تغطيه من عدنان فلاته بالراس، تعود لفريق نادي النصر وسط الملعب. احمد الفريدي يحاول تمرير الكره مقطوعه من دفاعات الاتحاد، الجهه اليمنى ضغط على النصراوي، شايع يلعب كره قصيره وتمريره لخالد الغامدي، عرضيه محاوله لفريق نادي الاتحاد لاحمد الفريدي او لصالح فريق نادي النصر، تعود لأحسن عبد الغني. عبد الغني لعب كرة محاولة، شايع شرحيلي تمريرة لهزازي وكرة تعود للفريق الاتحادي. كارلوس فيلانويفا يلعب كرة طويلة إلى رمية جانبية. ظهر في الشاشة الجماهير النصراوية الحاضرة في هذه المباراة. حسين عبد الغني لفريق نادي النصر يلعب كرة وسط الملعب، شايع يلعب كرة جهة اليمنى لخالد الغامدي، خالد لفريق النصراوي تمرير كرة لشايع شرحيلي، يحاول للنصر، محاولة للفريق النصراوي ضغط من دفاع فريق نادي الاتحاد. أحمد الفريدي بمهارة يلعب كرة طويلة إلى عساف القرني، إلى عساف القرني لعبد الله الشين، محاولة وتدخل قوي من حسين عبد الغني، تدخل قوي من حسين عبد الغني على عبد الله الشين، المحاولة ماضية وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء. محاولة كانت من حسين عبد الغني وتدخل قوي يستحق عليها بطاقة قائد فريق نادي النصر حسين عبد الغني. شوف الإعادة في اللقطة الماضية، كانت ما لها داعي أبدا من الكابتن حسين عبد الغني، ما لها داعي أبدا من الكابتن حسين عبد الغني. بطاقة صفراء كانت في اللقطة الماضية على الكابتن حسين عبد الغني. مباراة حبية ودية، نتمنى الهدوء من اللاعبين سواء الكابتن حسين عبد الغني ولا أيضا عبد الله الشين. مباراة حبية ودية في البطولة، حبية أيضا ودية، نتمنى الهدوء من لاعبي الفريقين. كابتن حسين عبد الغني قائد فريق نادي النصر بطاقة صفراء ثانية في المباراة. إذا النصر يحصل لاعبين أحمد عكاش وأيضا حسين عبد الغني على بطاقة صفراء. كرة إلى عدنان فلاته للاتحاد، تمرير كرة في وسط الملعب، عدنان لكارلوس فيلانويفا، تمرير كرة مقطوعة من محمد عيد، شايع بالكعب جميلة لصالح فريق نادي النصر، كرة الجهة اليمنى، انطلاقة من شايع يلعب كرة سريعة لكن التغطية موجودة من أحمد عسيري ومن دفاع الاتحاد. فهد الأنصاري يمر الكرة، ابعاد من خالد الغامدي. بطولة تبوك الدولية الودية الأولى اللي تقام على شرف ورعاية كريمة من الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، الأمير المحب والعاشق للرياضة وللسبع ومعتلى مناسب
رياضية قيادية منها رئاسة العامة لرعاية الشباب بالنيابة، وكذلك نائب لرئيس اللجنة الأولمبية ونائب لرئيس اتحاد كرة القدم ومشرف عام على المنتخبات سمو الأمير فهد بن سلطان، ويقدم دعم مالي لفريقي الاتحاد والنصر 1,000,000 ريال لكلا الفريقين، دعم مالي من الأمير فهد بن سلطان في استمرار لدعمه المتواصل لأندية الوطن ولرياضة الوطن. كرة في وسط الملعب، كارلوس فيلانويفا لعبد الله الشين، انطلاقا من الجهة اليمنى، تمرير كرة طويلة، محاولة لفريق نادي الاتحاد. المباراة نلاحظ ما بين حسين عبد الغني وعبد الله الشين، مباراة من الجهة اليمنى لفريق الاتحاد، اليسرى لفريق نادي النصر، حسين عبد الغني وعبد الله الشين. كرة لبدر النخل لفريق الاتحاد، لعبد الله الشين، يعود بالكرة لبدر النخلي للاتحاد، جمال بنجندوع، تمرير كرة لفهد الأنصاري، بدأ ياخذ شوط المباراة الأول نوع من الهدوء، كانت بداية قوية من الفريقين، وأيضا كانت هناك هجمات يعني أغلبها للنصر خطيرة على المرمى الاتحادي. بدأ الهدوء يعب على الدقائق الماضية في شوط المباراة الأول. كرة طويلة الآن، محاولة محمود كهرباء، انطلاقة لفريق نادي الاتحاد، يحاول مرور ولكن التغطية موجودة من محمد عيد إلى ضربة ركنية اتحادي. ضربة ركنية لفريق نادي الاتحاد من الجهة اليمنى لحارس المرمى حسين شيعان، بكل تأكيد راح ينفذ الضربة الركنية المتخصص كارلوس فيلانويفا. كارلوس فيلانويفا راح ينفذ الضربة الركنية. كرة طويلة فريق نادي الاتحاد، محاولة من الأنصاري، تعود ويبعد كرة من دفاع النصر. النخلي بالراس إلى كارلوس فيلانويفا لفريق الاتحادي. كارلوس يحاول يلعب كرة طويلة، محاولة خطيرة، خطيرة المحاولة الماضية، خطيرة المحاولة الماضية لفريق نادي الاتحاد ولعبد الرحمن الغامدي. يشوف الإعادة والتمرير والكرة جميلة من كارلوس فيلانويفا، جميلة لعبد الرحمن الغامدي اللي سدد كرة اعتدت وذهبت إلى ضربة مرمى. وقت راحة يطلب حكم المباراة السيد محمد الحيد للاعب الفريقين لعملية شرب الماء، نقاش ما بين أحمد عسيري وحسين عبد الغني. الهدوء مطلوب خصوصا يعني من لاعبين خبرة في الفريقين، تدخل قائد عدنان فليته وكذلك الكابتن حسين عبد الغني لعملية الهدوء، رغم أن يعني يلاحظ الشد موجود من الكابتن حسين عبد الغني لردة فعله في إحدى اللقطات مع عبد الله الشين. نتمنى إن شاء الله أن نرى مباراة في مستوى مثير وممتع يستحق هذا الجمهور الحاضر، جمهور النصر، جمهور الاتحاد، جمهور يعني له حق أن يستمتع، خصوصا جمهور منطقة تبوك. يعني نعرف جيدا أن لا يوجد فريق يمثل منطقة تبوك في دوري عبد اللطيف جميل، فقط في دوري الدرجة الأولى يوجد فريق نادي الوطني. فلذلك جماهير وعشاق النصر والاتحاد في تبوك تريد أن ترى نجومها يقدمون ويمتعون في أرضية الملعب. النصر والاتحاد يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع مدن ومناطق المملكة. أينما يرحل النصر في جميع مدن مناطق المملكة تجد له جمهور، كذلك الاتحاد أينما يرحل تجد جمهور داعم. والقاسم المشترك بين جمهور الاتحاد وجمهور النصر هو الوفاء، الوفاء لفرقهم. تتحدث عن فريق مثل الاتحاد قائد 3 سنوات
عن البطولات وغائب لأكثر من سنة عن تحقيق الدوري، تجد جمهوره يحقق الأرقام القياسية في عدد الحضور الجماهيري سواء في الدوري أو حتى في مباريات فريق نادي الاتحاد. كذلك النصر، يعني في فترة ماضية غاب النصر عن تحقيق البطولات لسنوات تصل ل 18 و 19 سنة. تجد جمهور النصر وافيا لفريقه في الحضور. إذا الوفاء شعار لجمهور النصر وجمهور الاتحاد. نتمنى إن شاء الله أن يرتفع رتم المباراة وأن نرى مباراة قوية بين الفريقين، بين النصر والاتحاد. كرة محاولة الآن، عبد الله مادي للفريق النصراوي، يلعب كرة للجهة اليسرى، تم كرة طويلة راسية بدر النخلي لعبد الله الشيل إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي النصر. فريدي يلعب كرة سريعة، عصام القرني لشراحيلي، شايع يحاول تمرير كرة لجهة اليسرى، حسين عبد الغني محاولة لفريق نادي النصر. عبد الغني يمر الكرة لشايع ولكن التغطية موجودة من أحمد عسيري إلى ضربة ركنية. وسط طلبات من المدرب الاتحاد السيد حسين لويس سييرا. ضربة ركنية الآن لحسين عبد الغني قائد النصر في ضربة ركنية نصراوية. يلعب كرة عرضية، محاولة راسية خطيرة تعود من جديد داخل منطقة الجزاء، خطأ لصالح عبد الله الشيل ولصالح فريق نادي الاتحاد. خطأ لصالح فريق نادي الاتحاد. عساف القرني حارس مرمى الاتحاد قدم لفريق الاتحادي في الموسم الماضي من فريق نادي الوحدة، عساف القرني، والحارس ايضا اللي ضمن المنتخب في فترة ماضية مع المدرب الهولندي سيد فان مارفيك. عساف القرني. محمود كهربا الآن يحاول لفريق نادي الاتحاد، كهربا يحاول التسديد ومحاولة من محمود كهربا خطيرة على المرمى النصراوي، خطيرة على المرمى النصراوي. محمود كهربا عملية مباغتة لحارس المرمى حسين شيعان، وارتطمت في الأرض ولكن استطاع حسين شيعان الحصول على الكرة. إلى الآن لم نرى هجوم الاتحاد بالفعالية المطلوبة حتى الآن، لا محمود كهربا ولا عبد الرحمن الغامدي. كرة محاولة ولا حتى أحمد العكاشي للنصر، عرضية داخل منطقة الجزاء والتغطية موجودة من كارلوس فيلانويفا. كرة لفريق نادي النصر، تمريرات بينية لأحمد عكاش الفريق النصراوي. عكاش، عصام القرني، تغيير جميل اللعب يلعب لخالد الغامدي موجود في موقف متسلل، يشير له حكم المساعد الثاني السيد عمر الجمل درجة أولى على اللاعب خالد الغامدي. واضح موقف التسلل من خالد الغامدي، راية والتسلل. عمر الجمل درجة أولى، جميع حكام لقاء اليوم درجة أولى سواء الحكم الساحة محمد المحيطي أو حتى ناصر الفايدي أو حتى المساعد الثاني عمر الجمل. مرور جميل من فيلانويفا وتمريرة بالكعب لعبد الله الشيل، تغيير اللعب الجهة اليسرى خطيرة. كهربا محاولة خطيرة للاتحاد، تمرير كرة طويلة وجميلة لمحمود كهربا انطلق من خلف خالد الغامدي ولكن كرة تمرت بسلام على المرمى النصراوي. أحمد عكاش للنصر من الجهة اليسرى، يلعب كرة إلى رمية جانبية. حسين عبد الغني سريعة لنايف هزازي ولكن يبدو خطأ في لعب الرمية الجانبية من حسين عبد الغني. شوف الإعادة للقطة الماضية الخطيرة لفريق الاتحادي، تمريرة كانت خطيرة لمحمود كهربا. رمية جانبية الآن لفريق نادي النصر أيضا بالخطأ
مكان تنفيذ الرميه الجانبيه. كره لحسين عبد الغني وعبد الله الشيل. مباراه اخرى بين الاثنين، والتغطيه من خالد الغامدي، والتغطيه الان من خالد الغامدي، ونقاش ما بين حسين عبد الغني وفهد الانصاري. بطاقه حمراء لحسين عبد الغني. واضح على عبد الغني اللي كان شاد حسين عبد الغني، واضح من بدايه المباراه. كابتن حسين عبد الغني نقاش مع عبد الله الشيل ومع احمد عسيري، والان مع فهد الانصاري. اتخذ قرار محمد العيد بطاقه حمراء لحسين عبد الغني. اكثر من لاعب، عمليه احتكاكات موجوده من حسين عبد الغني، ونقاش مع فهد الانصاري. اهدى يا شباب، والله مباراه وديه وحبيه لا تتطلب هذا الغضب الكبير. كابتن حسين هذا يا كابتن، هذا يا كابتن، هذا يا كابتن. يعني الشد العصب بضربة تموت في المباراة مثل هذه. إذا الأعصاب في مباراة مثل هذه تكون مشدودة، كيف في مباراة مهمة في الدوري؟ كيف في مباراة مهمة في نهائي كأس أو نهائي بطولة؟ بطاقة حمراء لحسين عبد الغني. ايضا النصر ب10 لاعبين يكمل الشوط الاول والمباراه بعد نقاش الان يدور بين حكم المباراه والكابتن حسين عبد الغني. اكثر من مره الكابتن حسين عبد الغني في نقاش مع لاعبي فريق نادي الاتحاد. الكابتن حسين عبد الغني لاعب معروف ولاعب نجم ولاعب خبره ولاعب كبير، ولا ايضا الكثير والكثير من الانجازات على مستوى المنتخب الوطني وكذلك على مستوى نادي النصر. شوف الاعاده في اللقطه الماضيه، الاحتكاك ايضا كان موجود، الاستفزاز من فهد الانصاري لحسين عبد الغني، وكذلك رده الفعل من حسين عبد الغني. شوف الاعاده للقطه الماضيه والنقاش اللي دار ما بين عبد الغني وفهد الانصاري. نقاش حاد وبطاقه حمراء. محمد الحيد اشار لها لحسين عبد الغني. نتمنى الهدوء ايضا من لاعبي الفريقين. مباراه تاخذ طابع الشد العصب. نتمنى نشوف مباراه في ارضيه الملعب، نشوف مباراه جميله حلوه وديه في ارضيه الملعب، مباراه قويه ليست بهذه الطريقه شد الاعصاب وعمليه ايضا الاحتكاكات بين اللاعبين. نتمنى الهدوء خلال الدقائق القادمه. نتمنى ان نرى مباراه اكثر اثاره واكثر متعه، رغم ان النصر يلعب ب10 لاعبين، لكن كل شيء جايز. الاتحاد الان يلعب اكثر اريحيه، النصر بنقص عددي امام الاتحاد. احمد العكاشي يلعب كره طويله، محاوله خطيره، والتغطيه موجوده من احمد عكاشي الى ضربه ركنيه لصالح فريق نادي الاتحاد. ضربه ركنيه لصالح فريق نادي الاتحاد للجهه اليمنى لكارلوس فيلانويفا، اللاعب التشيلي لاعب فريق نادي الاتحاد. كارلوس فيلانويفا على تنفيذ ضربه ركنيه، كره طويله ومحاوله بالراس. محمد عيد طويله من جمال بنجندوح، خروج من حسين شيعان الى فريق نادي النصر. الان كره مع حارس حسين شيعان، تخدم من عبد الله الشيل، تعود لاحمد عكاش. عكاش للنصر، كرات بينيه لدفاعات النصر. عبد الله مادو، عبد الله مادو يعود بالكره لحسين شيعان، يلعب كره طويله تاخذ من عدنان فلاته بالراس. عصام القرني مقطوعه لصالح احمد الفريدي، يمر تعود لعوض خميس لفريق نادي النصر. تمريرات بينيه لاعبي فريق نادي النصر. النصر ب10 لاعبين امام الاتحاد بعد طرد الكابتن حسين عبد الغني قائد الفريق النصراوي. كرة لاحمد الفريدي في وسط الملعب، تميل كرة لشايع او لعوض لخالد الغامدي للنصر من الجهة اليمنى. تميل كرة لعوض سريعة مرة اخرى. خالد الغامدي يلعب كرة عرضية خطيرة لفريق النصر. تسديدة خطيرة
خطيرة لفريق النصراوي، محاولة تمر بسلام على مرمى الاتحاد. كهربا روح، كهربا انطلق وتجاوز، يحاول يمر محمود كهربا للاتحاد، يمر الكرة احمد العكايشي للاتحاد، يحاول احمد العكايشي، يعود لجمال بجندوح لعبد الله شين. محاولة كانت انطلاقة من محمود كهربا لفريق نادي الاتحاد. تعود الان فهد الانصاري لعدنان فلاتة لعبد الرحمن الغامدي امام خالد الغامدي. محاولة لفريق الاتحاد، الغامدي يمر، خطيرة والتمريرة، ولكن كرة تذهب الى ضربة ركنية. كرة تذهب الى ضربة ركنية بعد اعتراض الكرة من عبد الله مادو. شوف الإعادة، محاولة مرور كانت من عبد الرحمن الغامدي، مرر الكرة ولكن تغطية موجودة من عبد الله مادو إلى ضربة ركنية لصالح فريق نادي الاتحاد على تنفيذ عدنان فلاتة. مرة هذه عدنان على تنفيذ ضربة ركنية، يلعب كرة طويلة خطيرة، محاولة رأسية تمر، أحمد العكايشي يحاول يمرر، مقطوعة على النصر، انطلاقة من فريدي، تغطية من جمال بجندوح لأحمد العكايشي، خطيرة للاتحاد، ضغط الآن لاعبي فريق نادي الاتحاد، جمال بجندوح محاولة والتغطية موجودة لفريق نادي النصر. أحمد العكايشي، جمال بجندوح إلى عدنان فلاتة، عدنان يحاول يسدد والتغطية موجودة من دفاعات النصر لعدنان فلاتة، يعود بالكرة لأحمد عسيري. أحمد يمر الكرة، كارلوس فيلانويفا لعدنان فلاتة، تمرير الكرة، محاولة لمحمود كهربا، طويلة على محمود كهربا، سهلة لحسين شعاب. بالخطأ تعود للنصراويين. الآن انطلاقة من شايع يمر، يمر الكرة لأحمد الفريدي، تغطية موجودة عبد الله شين، أحمد يحاول المرور وكرة تذهب إلى رمية جانبية. حاول مرور أحمد الفريدي ولكن كرة مرت إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي الاتحاد. كرة لعدنان فلاتة. في بداية الشوط الأول كان هناك لعب حلو من الجميع من الفريقين، كانت هناك هجمات خطيرة والأكثر كانت لفريق النصر. بعد مرور تقريبا 20 دقيقة بدأ الهدوء في من جانب الفريقين في أرضية الملعب. الشد العصبي كان موجود واللي سبب طرد للكابتن حسين عبد الغني. الآن محاولة، تمريرة خطيرة، البينية للاعبي الاتحاد، والتمريرة لكارلوس فيلانويفا. شوف الإعادة الغامدي لكارلوس فيلانويفا، ومن فيلانويفا إلى حسين شيعان، تألق وإبداع رائع من حسين شيعان واستخلاص الخطورة عن مرمى. شوف الإعادة، تصدي جميل من حسين شيعان في اللقطة الماضية. الآن كرة للنصر، والتغطية موجودة من أحمد عسيري، تغطية موجودة من أحمد عسيري على نايف هزت. رمية جانبية الآن لصالح فريق نادي النصر. أحمد عكاش، عصام القرني، تمرير كرة يعوض من فريدي الجهة اليمنى، انطلاقة لخالد الغامدي لصالح فريق نادي النصر. خالد يمر، يسدد وحلوة ولكن سهلة في يد عساف القرني، يلعب كرة سريعة، التقدم موجود من خالد الغامدي، مكانه فاضي، انطلاقة من محمود كهربا. كهربا يحاول الاتحاد، يمر محمود للاتحاد، يمرر الكرة من العمق ولكن تطول على عبد الرحمن الغامدي. كرة محمود كهربا للاتحاد إلى ضربة مرمى. الاتحاد ينقص التجانب. مدرب السيد خوسيه سييرا استمر على نفس التشكيلة، وتوقع بنسبة كبيرة هي نفس التشكيلة اللي راح تخوض أول لقاءات الاتحاد في دوري عبد اللطيف جميل أمام فريق نادي الرائد. نفس التشكيلة، الأسماء موجودة، الرباعي المحترف كذلك أبرز الأسماء اللي انتدبها الاتحاد في الفترة الماضية، سواء عودة الظهير الأيسر والقائد عدنان فلاتة من نادي التعاون، وكذلك بدر النخلي قلب الدفاع اللي تم استقطابه من فريق نادي الفتح. متواجد جميع الأسماء تعاقد مع الاتحاد، الأجنبية والمحلية متواجدة
في تشكيلة الفريق في لقاء اليوم وأيضا كذلك في اللقاء الماضي. كرة محاولة خالد الغامدي الفريق النصراوي لشايع في وسط الملعب، كرات بينية لاعبين النصر. عصام مقطوعة للاتحاد الآن، خطيرة طويلة وسريعة من عبد الرحمن الغامدي لأحمد العكايشي، ولكن كرة سهلة لحارس المرمى حسين شيعان. مع يطلق حكم المباراة السيد محمد البريد مع تقريبا نهاية الشوط المباراة الأول في لقاء النصر والاتحاد، في لقاء تحديد أصحاب المراكز الثالث والرابع. كنت معكم محمد الخامسي واصفا ومعلقا على شوط المباراة الأول. الآن العودة للزميل وائل القحطاني وضيوف الكرام الدكتور مدير رحيمي والكابتن يوسف خميس. وائل لك الكلمة، تفضل. شكرا زميلي وائل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في شوط المباراة الثاني في لقاء الاتحاد والنصر في دورة تبوك الدولية الودية الأولى. شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشاهد أيضا طرد لقائد فريق نادي النصر حسين عبد الغني في شوط المباراة الأول. هناك تغييرات أجراها المدرب الكرواتي السيد زوران ماميتش في أكثر من مركز في وسط ملعب فريق نادي النصر. نشاهد دخول لعبد العزيز الجبرين وكذلك ليحيى الشهري. كرة محاولة الآن لفريق نادي الاتحاد، محاولة مرور خطيرة داخل منطقة الجزاء والتسديد، والمحاولة تمر إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية، دخول عبد الله الشمري الحارس الاحتياطي لفريق نادي النصر بديل لعبد الله العنزي، كذلك عمر هوساوي وايضا عبد العزيز الجبرين ويحيى الشهري وربيع سفياني. هي تغييرات مدرب فريق نادي النصر. كرة محاولة راسية تعود خطيرة الى حارس المرمى عبد الله الشمري. عبد الله الشمري بديلا لحسين شيعان، وايضا دخول عمر هوساوي بديلا لاحمد عكاش. عبد الله مادو انتقل كظهير ايسر، وايضا خروج عصام القرني ودخول عبد العزيز الجبرين وخروج احمد الفريدي ودخول يحيى الشهري. هي تغييرات النصراوية. محاولة انطلاقة عمر هوساوي لخالد الغامدي، يحاول مرور وكرة تعود لصالح فريق نادي النصر، ولكن هناك ضربة ركنية نصراوية. يحيى الشهري وايضا ربيع سفياني بديلا للشايع شرحي. هي تغيير او تغييرات المدرب السيد زوران ماميتش مدرب الكرواتي لفريق نادي النصر. الاتحاد لم يجري اي تبديل. كرة وتمريرة سريعة، محاولة انطلاقة لعبد الرحمن الغامدي لفريق نادي الاتحاد. الغامدي جول الاتحاد. الله عليك يا الغامدي، الله عليك يا الغامدي. هدف اول اتحادي حلو وجميل ورائع، تمريرة سريعة من فيلانويفا لعبد الرحمن الغامدي، خروج غير موفق من عبد الله الشمري، تجاوز من الغامدي ولعب كرة وهدف اول الاتحاد. 1-0 الاتحاد، 1-0 الاتحاد. شوف الاعادة، شوف المرور، شوف التسديد والهدف الاول.
الأول للاتحاد. 1-0 الاتحاد يعطي المباراة أكثر إثارة وأكثر متعة خلال الدقائق القادمة. مرور من عبد الله مادو روح لعب كرة عزازي، ولكن وجود عزازي في موقف متسلل من قبل المساعد الأول السيد ناصر الفايدي. شوف الإعادة والتمرير في اللقطة الماضية، متسلل نايف عزازي. مر عبد الله مادو من أكثر من لاعب، انتقل كظهير ايسر عبد الله مادو بعد خروج احمد عكاش ودخول عمر هوساوي. 5 تغييرات نصراويه اجراها المدرب السيد زوران ماميتش. كرة محاولة لفريق الاتحاد، اتحاد افضل عدديا والان افضل من ناحية النتيجة بعد تسجيل هدف التقدم. محمد عيد لخالد الغامدي من عبد العزيز الجبري للنصر، كرة طويلة محاولة ليحيى مقطوعة لعدنان فلاتة، مقطوعة بالخطأ تعود لخالد الغامدي للنصر. يحيى الشهري يعود بالكرة لعوض خميس لربيع السفياني. ربيع يحاول ومر ليحيى، تمرير سريعة خطيرة، ربيع للنصر، ضربة جزاء، ركلة جزاء، شعللوها ولعوها، شعللوها النصراوية والاتحادية، ولعوا اللقاء وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء يعني وسط مطالبات من لاعبي النصر على اللاعب عبد الله الشين انه عملية انفراد صريح كان لربيع السفياني وان عبد الله الشين يستحق بطاقة حمراء، ولكن وجهة نظر حكم المباراة هو الاقرب وهو السيد القانوني في ارضية الملعب السيد محمد الحيد. ضربة جزاء وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على تنفيذها نايف عزازي. حلوة، بداية حلوة وجميلة ورائعة من الفريقين. هدف للاتحاد من عبد الرحمن الغامدي، وعودة وركلة جزاء الآن هل تسجل من نايف عزازي يواجه عساف القرني اللي استطاع أن يصد ركلتين جزاء في اللقاء الماضي أمام الإنتاج الحربي. نايف عزازي وعساف القرني، عزازي وعساف، عزازي وعساف، جول تعادل للنصر، هدف تعادل للنصر، ردة فعل سريعة من فريق النصر، هدف تعادل لنايف عزازي. إرادة وتصميم كان من لاعبي النصر رغم النقص العددي واستغلال الكرة الماضية وركلة جزاء وهدف نصراوي يعطي المباراة أكثر إثارة، أكثر متعة، أكثر ندية. نتمنى أن تستمر حتى نهاية اللقاء، حتى نهاية اللقاء. 1-1 النصر والاتحاد، 1-1 تقدم الغامدي وعادل هزازي من ركلة جزاء. رمية جانبية للاتحاد، ظهر في الشاشة نايف هزازي لاعب فريق نادي النصر واللي كان سابقا يلعب لفريق نادي الاتحاد. كرة محاولة فيلانويفا لعدنان فلاتة من الجهة اليسرى لفريق نادي الاتحاد، عرضية خطيرة، محاولة تمر لعبد الله مادو في التغطية، يبعد كرة إلى رمية جانبية. رمية جانبية من عبد الله مادو لصالح فريق نادي الاتحاد. بكل تأكيد التبديلات اللي أجراها السيد زوران ماميتش بدخول تقريبا 5 لاعبين بدلاء يعطي إضافة لياقية وأيضا إضافة فنية للفريق النصراوي. يحيى صاحب التمريرة الرائعة خالد الغامدي انطلاقة للنصر، ولكن كرة تطول على الغامدي وتذهب إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي الاتحاد. رمية جانبية لصالح فريق نادي الاتحاد. يحيى الشهري وتمريرته اللي كانت جميلة لربيع السفياني،
واللي استغلها ربيع وتسبب فيه عبد الله الشير ركله جزاء. تعود خطيره الان، محاوله النصر النصر افضل من العمق. لا زال عمق الاتحاد يضرب من الفريق النصراوي في الشوط المباراة الاول. شاهدنا نايف هزازي او شاهدنا احمد فوزي نايف هزازي من عمق دفاع النصر. الان في الشوط الثاني ايضا كرتين خطرتين، واحده ركله جزاء والثانيه ركنيه. يحيى يلعب كوره، محاوله تمر من عبد الله ماجو، محاولة تمر من عبد الله ماجو في محاولة خطيرة للفريق النصراوي. محمد السلاوي هداف النصر وهداف المنتخب السعودي واللي يغيب عن هذا اللقاء بسبب الإصابة. سلامات محمد السلاوي، كرة كهرباء للاتحاد. محمود محمود سدد، الله عليك، حلو يا محمود كهرباء مر وعملية دوران وتسديد مباشر وتألق من عبد الله الشمري في التصدي. شوف الإعادة المرور، هنا التسديد وهنا الكرة تذهب إلى ضربة ركنية. شوف كهرباء مر وسدد قوية من كهرباء، ذهبت لضربة ركنية. عداء ثلاثة للاتحاد طويلة داخل منطقة الجزاء، محاولة إبعاد من دفاعات النصر لجمال باجندوح. جمال يلعب كرة طويلة تعود من جديد لنايف هزازي لعدنان فلاتة للاتحاد. تمرير كرة لفهد الأنصاري لأحمد عسيري، تمرير لعبد الرحمن الغامدي والتسديدة بعيدة من عبد الرحمن الغامدي، ذهبت إلى ضربة مرمى لصالح الفريق النصراوي. بدأت مدرجات الفريقين تتحرك مع كل كرة للفريقين، سواء الفريق النصراوي أو الاتحادي. تشجيع مستمر، مباراة دائما هكذا هي مباريات الاتحاد والنصر، دائما هكذا هي مباريات الاتحاد والنصر، إثارة ومتعة وندية. حتى لو كان والله تيجي تقول لي ودية، تقول لي حبية، تقول لي مباراة في بطولة وفي دورة يعني استعدادية للموسم القادم، لا، هذا النصر والاتحاد يا حبيبي، هذا النصر والاتحاد. كرة محاولة للغامدي خطيرة، تسديدة، حلوة التمريرة وحلوة اللعبة وحلوة أيضا التدخل من لاعب محمد عيد قائد النصر الحالي الآن في التغطية الماضية على عبد الرحمن الغامدي يشكل خطورة من الجهة اليمنى على مرمى فريق نادي النصر. وتغيير قادم أول لسيد حسين لوسيرا مدرب تشيلي لفريق نادي الاتحاد دخول فهد المولد بديلا لعبد الرحمن الغامدي صاحب الهدف الاتحاد الاول. مولد تمرير كره سريعه لفيلانويفا، يحاول مرور للاتحاد يمرر ولكن كره تطول وتعود هجمه للنصر ولكن طويله الى رميه جانبيه. حلو شوط مباراة ثاني مثالي، شوط مباراة ثاني غاية في الروعة، غاية في الندية وغاية في الجمال. حتى الآن محاولة إلى ضربة ركنية اتحادية، ضغط الآن من الاتحاد. الرحمن الغامدي اللي خرج هدفين سجلها في هذه البطولة، بطولة ودورة تبوك الأولى الودية هنا من مدينة الورد، مدينة تبوك، المدينة الرائعة والجميلة كجمال أهلها وأيضا كجمال أجوائها مدينة تبوك. ضربة ركنية الآن عدى فلاتة على التنفيذ الاتحاد. فلاتة يلعب كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من دفاع النصر. كارلوس فيلانويفا يلعب كرة، محاولة خطيرة، جمال وكرة لكن وجود راية وتسلل على جمال باجندوح لاعب فريق الاتحاد واللي جدد عقده قبل فترة مع فريق نادي الاتحاد. لاعب الوسط جمال باجندوح، شوف الإعادة في اللقطة الماضية والتمريرة فعلا وجود راية والتسلل بعد كرة لعبها فهد الأنصاري إلى جمال باجندوح الموجود في موقف متسلل. سلامات نايف هزازي وقع على الأرض ونقاش ما بين محمد نحيت حكم المباراة
وايضا خالد الغامدي الظهير الايمن لاعب فريق نادي النصر. سلامات الكابتن دايف هزازي صاحب هدف التعادل للفريق النصراوي. يبدو لي سيجري النصر تغيير المدرب زوران ماميتش. نعم الراهب حسين يستعد للدخول بديلا لهزازي. سلامات للكابتن نايف. يجد ترحيب من قبل جماهير النصر. حسين الراهب سيكون اخر تبديلات الفريق النصراوي في هذه البطوله، وفي نظام هذه البطوله مسموح لكل فريق ان يجري 6 تبديلات. فعلا اجرى النصر 6 تبديلات في حال طبعا تم تغيير حسين الراهب. دخول يحيى الشهري وربيع السفياني وعبد العزيز الجبرين وعمر هوساوي وعبد الله الشمري، وكذلك يعني حسن الراهب. كرة محاولة عدنان فلاتة. حسن الراهب يحاول. حسن الراهب يحاول وسط تغطية من دفاع الاتحاد الى ضربة ركنية. ضربة ركنية نصراوية. حسن الراهب راح يشكل خطورة. الراهب راح يشكل خطورة على مرمى فريق نادي الاتحاد. لاعب سريع ولاعب مهاري حسن الراهب. ضربة ركنية، كرة طويلة، محاولة خطيرة وابعاد من دفاعات الاتحاد. عبد الله الشيل، تغطية من ربيع وابعاد كرة الى رمية جانبي. 6 تبديلات النصراوية اصبحت: حسن الراهب، يحيى الشيري، ربيع السفياني، وعبد العزيز الجبرين، وعمر هوساوي، والحارس عبد الله الشمري. اتحاد تغيير واحد، فهد المولد بديلا لعبد الرحمن الغامدي هداف الفريق، يعني بعد الهدف الثاني اللي سجله في هذه البطولة. كرة لكارلوس فيلانويفا. شيل، يا سلام يا سلام، جمهور الفريقين بيكون روح وطنية عالية، يرددون النشيد الوطني في المدرجات. كرة محاولة، فهد المولد للاتحاد، تعود تغطية من عبد الله مادو الى عبد الله شيل. مر الشيل يلعب كرة عرضية خطيرة للاتحاد، والبعاد كرة من دفاعات النصر، وجمال باجندوح يسدد كرة بعيدة الى ضربة مرمى للفريق النصراوي. ضربة مرمى للفريق النصراوي ولحارس عبد الله الشمري. عبد الله الشمري حارس فريق نادي النصر، ويسبق لأن مثل منتخباتنا الوطنية في الفئات السنية. عبد الله الشمري حارس فريق نادي النصر. كرة طويلة، محاولة، احمد العكايشي، مقطوعة للنصر. عبد الله مادو، فهد المولد، تغطية، مقطوعة، عوض لصالح فريق نادي النصر. عوض مر، عوض، مهارة فردية عالية من عوض خميس، انطلاقة، ربيع السفياني للنصر، ربيع يحاول، وخطأ لصالح فريق نادي النصر. خطأ لصالح فريق نادي النصر ولصالح ربيع السفياني على بدر النخل. خطأ نصراوي. شوف الإعادة المرور، حاول اللاعب ربيع السفياني المرور، ولكن الضغط كان موجود والتدخل اللي احتسب عليه حكم المباراة. خطأ لصالح فريق نادي النصر. عبد الله مادو وكذلك يحيى الشهري على تنفيذ الكرة الثابتة. عبد الله مادو لاعب يمتلك قدم قوية، قد يسدد الكرة مباشرة. عبد الله مادو وايضا يحيى الشهري. شوف عبد الله مادو استعداد، وايضا من يحيى الشهري. راح نشاهد وراح نتابع. عبد الله مادو يحاول النصر تسديده، ولكن تذهب الى ضربة مرمى. عبد الله مادو اللي بدأ المباراة كقلب دفاع واصبح الان ظهير ايسر. توجيهات مستمرة من السيد زوران ماميتش ابن 44 عام، مدرب فريق نادي النصر، للاعبي فريقه. جمال باجندوح لعدنان فلاتة من الجهة اليسرى، التغطية موجودة ولكن تطول على عدنان.
وتذهب إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي النصر. كرة طويلة، عدنان فلاتة، جمال يعود بالكرة لدفاعات فريقه لعبد الله شيل للاتحاد، يمرر الكرة بالخطأ، يحاول فيها عوض للاتحاد من جديد، عدنان فلاتة بالخطأ أيضا إلى رمية جانبية. رمية جانبية لصالح عدنان فلاتة ولصالح الاتحاد. لقاء يجمع الفريقين في دورة تبوك الدولية الودية الأولى. خسر الفريقين في لقائهما الماضي، سواء فريق نادي النصر من أمام الوداد البيضاوي المغربي بركلات الجزاء بعد التعادل السلبي، وكذلك الاتحاد تعادل إيجابي مع الإنتاج الحربي، وانتهت مباراته بفوز الإنتاج الحربي بركلات الجزاء. ليلعب الفريقين على تحديد أصحاب المركز الثالث والرابع في هذه البطولة. يحيى الشهري للنصر، تمريرة لحسين أو حسن الراهب، خطأ الراهب، ولصالح النصر الجبرين لفريق نادي النصر. ربيع لعبد الله مادو، عبد الله يحاول مرور ولكن تغطية والعودة من فهد المولد إلى رمية جانبية. ربيع السفياني اللاعب اللي دخل في شوط المباراة الثاني واللي يعير في الموسم الماضي لفريق نادي التعاون، ربيع السفياني، والآن يعود للفريق النصراوي من جديد. ربيع السفياني ويسبق ويمثل فريق نادي الفتح وحقق مع لقب الدوري في موسم 2013. كرة محاولة رأسية تعود في خط الوسط لفريق النصراوي. عوض خميس لعبد العزيز الجبرين لعوض، تمريرات بين لاعبي النصر لمحمد عيد. عيد يلعب كرة لمادو، مادو تمير كرة لربيع. ربيع يحاول مرور مقطوعة لفهد المولد، انطلاق الاتحاد فيلانويفا، تمريرة لمحمود كهربا للنصر، كهربا والاتحاد، كهربا تأخر كهربا، تأخر محمود كهربا، والتغطية عادت من خالد الغامدي أو على لاعب محمود كهربا للاتحاد. عدنان فلاتة لكهربا من الجهة اليسرى للاتحاد، محمود يلعب كرة طويلة لحارس المرمى الشمري، سهلة للشمري حارس مرمى فريق نادي النصر. والنصر هو بطل الدوري لموسمين متتاليين في 2014 وال2015، ولكن في 2016 كانت نتائج النصر غير مرضية أبدا لجماهير الفريق النصراوي. فريق النصر يعني في الموسم الماضي ختم موسمه في مركز لا يليق بالنصر ولا يليق ببطل الدوري لموسمين متتالية 2014 و2015، المركز الثامن للفريق النصراوي في الموسم الماضي بعد أن قدم موسمين جميلة ورائعة الفريق النصراوي، إلا أنه وصل المركز الثامن في موسم 2016. الفريق النصراوي كثرة التعادلات تعتبر طبعا في الموسم الماضي فريق نادي النصر أكثر فريق تعادلا. حكم المباراة يوقف اللعب في هذه الدقائق برفع صوت أذان المغرب بتوقيت مدينة تبوك.
إذا رفع صوت أذان المغرب بالتوقيت المحلي لمدينة تبوك، وفي لقاء الذي يجمع بين فريق نادي الاتحاد والنصر في لقاء ضمن بطولة وضمن مباريات بطولة تبوك الدولية الودية. توجيهات من قبل المدرب الكرواتي لفريق نادي النصر السيد زوران للاعبي فريقه وللاعبي فريق نادي النصر، وايضا المدرب خوسيه لويس سييرا مدرب فريق نادي الاتحاد، مدرب خوسيه سييرا مدرب الاتحاد، واللي ايضا يمتلك سي في كلاعب وايضا كمدرب. سيد خوسيه لويس سييرا 47 عام، اللي بدأ التدريب عام 2001 لفريق نادي اسبانيولا تشيلي، وايضا بعد ذلك درب فريق نادي كولو كولو تشيلي في الموسم الماضي. نتائجه مع فريق نادي كولو كولو في الموسم الماضي المدرب السيد خوسيه لويس سييرا 20 مباراة، تعادل في 5 وخسر 6. كرة محاولة تمريرة وسهلة إلى عبد الله الشك، لاعب طبعا للمنتخب تشيلي في مونديال 98 لويس خوسيه لويس سييرا، ولعب في بطولات كوبا أمريكا 95 و93 و97. المدرب التشيلي للاتحاد، مدربين كلاهما جديد على الفريقين، سواء السيد زوران ماميتشا وحتى السيد خوسيه سييرا. بكل تأكيد يطمحون لتقديم المزيد للفريقين وأيضا النتائج الإيجابية، وهذا ما يرغب به حتى جمهور الفريقين. كرة محاولة، تغطية موجودة من دفاعات النصر، كرة طويلة، عسيري يلعب كرة لفهد الأنصاري لأحمد العكايشي، العكايشي يمرر الكرة لعدنان فلاتة الاتحاد من الجهة اليسرى، كرة عرضية، محاولة رأسية، تعود جمال باجندوح بالصدر إلى فهد الأنصاري إلى الفريق الاتحادي. كرات وتمريرات اتحادية، جمال باجندوح يلعب كرة للجهة اليمنى، تغيير اللعب من أحمد العكايشي، العكايشي لفهد، فهد المولد، فهد يلعب كرة لجمال، جمال لعدنان فلاتة للاتحاد. سيطرة من لاعبي الاتحاد الآن ومحاولة للتقدم، فهد الأنصاري يمرر الكرة في لانويفا، تمريرة سريعة ولكن ابعاد من عمر هوساوي. الراهب يحاول خطأ على حسن الراهب، وبطاقة صفراء لصالح حسن الراهب من النصر على تدخل الماضي. شوف التدخل الماضي من الراهب القوي صراحة على أحمد عسيري. حسن راهب تدخل على حسن أو على أحمد عسيري، سلامات للكابتن أحمد. بطاقة صفراء ثانية في شوط المباراة الثاني، الأولى كانت لعبد الله الشيل والآن لحسن الراهب. كرة تعود كهرباء للاتحاد، يمرر الكرة لأحمد عسيري، فريق الاتحادي خوسيه أو كارلوس فيلانويفا إلى كهرباء، كهرباء يمرر لفهد المولد، حلوة التسديدة الماضية من فهد المولد، والمحاولة على مرمى فريق نادي النصر. شوف الإعادة أيضا الاحتكاك الماضي ما بين الراهب وأحمد عسيري، الاحتكاكات الفردية موجودة بين لاعبي الفريقين، رغم أن المباراة ودية وأيضا في دورة حبية تجمع الفرق السعودية مع أشقائها العربية في هذه البطولة، فريق الإنتاج الحربي والوداد البيضاوي المغربي، فرق شرفتنا في مدينة تبوك في
في هذه البطولة. كرة محاولة المولد ولكن تعود لكارلوس فيلانويفا لفهد المولد. تمريرة سريعة عبد الله الشيل للاتحاد. الشيل يلعب كرة عرضية محاولة تمر والابعاد كان موجود من عبد العزيز الجبرين ليحيى لفريق نادي النصر. محاولة وخطأ. خطأ لصالح عوض خميس. خطأ لصالح عوض خميس بعد تدخل عدنان فلاتة. 1-1 حتى الآن. خروج لجمال باجندوح ودخول لأحمد العوفي. تغيير هجومي من المدرب خوسيه سيرا. والتغيير الثاني أحمد العوفي بديلا لجمال باجندوح. أحمد العوفي يلعب وسط ايسر مهاجم. يبدو لي سيعود فهد الانصاري لخالد المحور. سيتقدم ايضا احمد العوفي للجهه اليسرى بعد انضمام اللي نشوف الان عرضيه الملعب. محمود كهرباء ليلعب بجانب فيلانويفا في وسط ملعب فريق نادي الاتحاد. محمود كهرباء طويلة لعدنان فلاتة. محاولة لفريق نادي الاتحاد. عدنان قائد الاتحاد يحاول المرور من امام خالد الغامدي. عدنان مقطوعة لمحمود كهرباء. كهرباء يلعب كرة طويلة على فهد المولد الى ضربة مرمى. طويلة على فهد المولد الى ضربة مرمى لصالح فريق نادي النصر. ظهر في الشاشة قبل قليل احمد العوفي واللي كان سابقا يلعب لفريق النادي الاهلي وبعد ذلك انتقل لفريق نادي الفتح والان يلعب للاتحاد. احمد العوفي احد المواهب اللي كانت موجوده في المنتخب السعودي في مونديال كولومبيا للشباب عام 2011 في الجيل اللي كان يدرب المدرب الوطني خالد القروني. كان موجود احمد العوفي وايضا فهد المولد واسماء كانت متواجده الان اصبحوا من نجوم الكره السعوديه. ياسر الشهراني، محمد الفتيل، وكذلك معتز هوساوي في مشاركتهم مع المنتخب الوطني في كاس العالم في كولومبيا 2011. اليوم نشاهد احمد العوفي احد هذه الاسماء. كره لعبد الله مادو، طالت على مادو الى رميه جانبيه لفهد المولد للاتحاد. فهد يترك الكره للظهير الايمن عبد الله الشيل للانصاري. الانصاري يمر الكره الى رميه جانبيه بدون عنوان في اللقطه الماضيه من فهد الانصاري. خوسيه سيرا مدرب فريق نادي الاتحاد اجرى تبديلين فقط، دخول لاحمد العوفي وفهد المولد بعكس التغييرات اللي قدمها زوران ماميتش بدخول 6 لاعبين. كرة تعود فلاتة انصاري في وسط الملعب الاتحادي الان 1-1. في حال استمرار النتيجة بالتعادل سيتوجه الفريقين مباشرة لتنفيذ ركلات الجزاء والى تنفيذ ركلات الترجيحية واللي كانت سبب في خسارة الفريقين في المباريات او المباراتين الماضية في الدور نصف نهائي. العوفي يلعب كرة لفهد الانصاري. عبد الله الشيل من الجهة اليمنى للاتحاد. تمريرات بينية لاعبي فريق نادي الاتحاد. احمد عسيري تعود للاتحاد. عدنان فلاتة يسدد، محاولة مخادعة من عدنان فلاتة لحارس المرمى الشمري، ولكن كرة عدنان ذهبت إلى ضربة مرمى لصالح فريق نادي النصر. الاتحاد في الموسم الماضي حقق المركز الثالث بعد اللعب 26 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات، كان له 54 هدف ويعتبر ثاني أقوى هجوم في الموسم الماضي بعد النادي الأهلي.
وكانت نقاطها 49 أهلت الفريق الاتحادي للعب في دوري أبطال آسيا في الموسم القادم. كرة محاولة اتحادية، العكايشي من الكرة لأحمد العوفي، انطلاقة للاتحاد، عرضية وكرة طويلة من العوفي على فهد المولد، تمر بسلام على مرمى النصر إلى رمية جانبية. رمية جانبية، رمية جانبية لصالح فريق نادي النصر. فريقين يشاركون في هذه البطولة استعدادا لمنافسات الموسم القادم واللي راح تبدأ في نهاية الأسبوع القادم. الاتحاد في 11 أغسطس سيواجه فريق نادي الرائد في القصيم، والنصر سيواجه الفتح في الرياض في 12 من أغسطس في أولى جولات دوري عبد اللطيف جميل. طبعا منافسات الموسم السعودي ستبدأ في 8 من أغسطس في لقاء السوبر اللي يجمع الأهلي بالهلال في لندن، وبعد ذلك سيستأنف الدوري. نتمنى إن شاء الله أن يكون موسم ممتاز لجميع الفرق، وأن نشاهد موسم مثير في الدوري السعودي. كذلك منتخبنا الوطني واللي لديه مشاركة مهمة جدا في تصفيات النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا. المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، واللي سيواجه منتخب تايلاند، كذلك منتخب العراق. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في مشواره القادم في تصفيات كأس العالم، وأن يعود الأخضر السعودي كما عاهدناه بطلا ينافس في بطولات آسيا ويكون طرفا ثابتا في التأهل لمونديال كأس العالم. كرة تعود الآن لبدر النخلي لفريق نادي الاتحاد. فهد المولد من الجهة اليمنى، تميل كرة لعبد الله الشيل، الشيل يلعب كرة عرضية تمر إلى ضربة ركنية لصالح فريق نادي الاتحاد. الأساتذة في الاستوديو التحليلي ذكروا كابتن يوسف خميس والدكتور مدني رحيمي مع الزميل وائل القحطاني، ذكروا في حال استمرت المباراة بالتعادل وذهبت لركلات الترجيح هذه راح تكون من صالح النصر. كرة عرضية محاولة المولد الى راسية فهد الانصاري، وصل تشجيع كبير من جمهور الاتحاد. شوف العرضية، شوف الراسية، شوف الكرة من فهد الانصاري، وهدف ثاني للاتحاد. هدف ثاني للاتحاد، 2-1 للاتحاد. قبل ضرب الركنية نتحدث في حال استمرار المباراة بالتعادل ستكون لركلات الترجيح من مصلحة فريق نادي النصر، كما سمعنا في الاستوديو التحليلي. رد عليه فهد الانصاري براسية جميلة في المرمى النصراوي. الاتحاد 2 النصر 1 حتى الآن. يحيى الشيري، تمريرة ربيع سفياني، خطأ لصالح فريق نادي النصر. ردة الفعل كانت من الفريق النصراوي بعد هدف الاتحاد الأول، كانت سريعة من ركلة جزاء تسبب فيها ربيع السفياني وسجلها نايف هزازي. هل ستكون هناك ردة فعل أيضا لفريق النصراوي سريعة من هذه الكرة؟ يحيى الشيري على تنفيذ كرة ثابتة طويلة داخل منطقة الجزاء، على ابعاد من دفاع الاتحاد، على ابعاد من دفاع الاتحاد. تمريرة سريعة بالخطة تعود للنصر. بدر النخلي في التغطية يعود بالكرة إلى رمية جانبية أو إلى ضربة ركنية سنشاهد. نعم، إلى ضربة ركنية لصالح فريق نادي النصر على تنفيذها يحيى الشيري. ضربة ركنية لصالح النصر على
هدف الى يحيى الشهري من الجهه اليمنى للحارس عساف القرني. كره طويله داخل منطقه جزاء محمد عيد. وعيد يا مخرج عيد. محمد عيد براسه حطها وبراسه سجلها. هدف تعادل للنصر. هدف تعادل للعالمي. 2-2. هدف وردة سريع وردة فعل سريعة لفريق نادي النصر مباشرة. الهدف الأول وجد ردة سريع أو ردة فعل سريعة، والهدف الثاني براسه لعبها اللاعب محمد عيد براسه. هدف تعادل للنصر وعادها المخرج، وهدف ثاني للفريق النصراوي. 2-2. مباراة حلوة، يعني النصر ما يسجل الا اذا سجل الاتحاد. خلال مجريات شوط المباراة الثاني يتقدم الاتحاد، عاد النصر وعاد بنفس الطريقة في الهدف الثاني من فريق الاتحاد هدف فهد الانصاري. عاد محمد عيد وسجل هدف التعادل للنصر. حلوين يا شباب، مباراة حلوة في شوط المباراة الثاني. مباراة حلوة يقدمها الفريقين. عدلان خروج كارلوس فيلانويفا. في تغيير للمدرب لويس او خوسيه لويس سييرا، ودخول تركي الخير كبديل ثالث للاتحاد. الاتحاد اجرى 3 تبديلات، باقي تبديل او 3 تبديلات اخرى. كرة محاولة طويلة الى رمية جانبية. مباراة حلوة في الشوط الثاني بصراحة، عدى الفريقين مباراة كبيرة. استمتعنا. هدف الاتحاد مباشرة ردة الفعل متواجدة لدى النصراويين، وهدف بركلة الجزاء ايضا هدف ثاني للاتحاد من رأسية من فهد الانصاري، وايضا عودة من جديد للنصر برأسية محمد عيد. كرة طويلة محمد عيد بالكرة، الخير تركي يحاول مرور، تعود عبد الله الشمري يلعب كرة طويلة للنصر. رأسية تعود لفهد الانصاري، تمرير كرات بينية لفريق نادي الاتحاد. كهربا يمرر الكرة للعكاشي، يحاول احمد يبعث كرة من خالد الغامدي للراهب، يمرر الكرة ربيع لفريق نادي النصر. ربيع يلعب كرة ليحيى الشهري، يعود بالكرة للنصر. محاولة لعبد العزيز جبريل، غامدي ليحيى لخالد لفريق نادي النصر. خالد الغامدي يمرر الكرة بينية خطيرة للنصر. حلوة للنصر. محاولة خطيرة، بينيات، تمريرات، لعبات. بصراحة النصر ما تحس ان النصر ناقص في بعض الكرات وبعض التمريرات. الفريق تحس انه متكامل، لعب جميل، لعبات بينية رائعة من النصراويين. يحيى الشهري على تنفيذ ضربة ركنية نصراوية طويلة، محاولة بالراس تعود مرة أخرى ليحيى الشهري، ولكن يبدو هناك خطأ لصالح فريق نادي الاتحاد. شوط جميل إلى الآن بين الفريقين، أداء أكثر من رائع وأداء ممتع. كرة طويلة لا يوجد تسلل، فهد المولى يضرب الاتحاد، خطير المولى. هدف للاتحاد. ادي لحاله محلى جماله، ادي لحاله محلى جماله. هدف للاتحاد،
الإعادة، شوف الإعادة والمرور. فهد المولد يضع الهدف الثالث للاتحاد، وأيضا لا ننسى صراحة وحقيقة وللحق تقال قتالية عمر هوساوي في العودة ومحاولة تخليص الكرة من المرمى. تسجل لعمر هوساوي هذه القتالية، حتى لو سجل هدف الاتحاد قتالية عمر ومحاولة ابعاد الخطورة عن مرمى فريقه كانت موجودة، الا ان الاتحاد سجل 3-2. عاد نشوف في ردة فعل للنصراويين ولا خلاص. نشوف ونشاهد خلال الدقائق القادمة وش راح يسوي النصر. في الهدفين الماضية الاتحاد كانت ردة فعل سريعة. الآن عودة لربيع السفياني للنصر، تمرير كرة لجبرين عبد العزيز، يلعب كرة خطيرة النصر. خالد الغامدي يحاول مرور، الغامدي وسط تقديم فلاتة عرضية ركنية. لا شكل النصر ناوي، شكل العالمي ناوي يعود. هل يكرر ما فعل في الهدفين الماضيين النصر؟ وضربة ركنية عند يحيى الشيري لفريق نادي النصر. ضربة ركنية يحيى على تنفيذ الركنية لفريق نادي النصر، عرضية طويلة، محاولة راسية تعود لعبد الرمادو. يحيى خطير النصر بالراس، محاولة ولكن تمر. هذه عدت اللقطة الماضية والمحاولة الماضية للفريق النصراوي. شوف الإعادة، شوف يحيى لعب كرة جميلة جدا، الرأسية موجودة ومثالية من عبد الرمادو، ولكن طالت إلى ضربة مرمى. فهد الأنصاري الاتحاد بالخطأ تعود. فهد المولد عوض في التغطية، العكايشي يلعب كرة لفهد المولد، لمادو، لشمري، ليحيى في وسط الملعب النصراوي. عبد العزيز الجبرين لخالد الغامدي، يمر الكرة طويلة بالراس من الأنصاري في التغطية، وتدخل قوي من أحمد العوفي على يحيى الشهري، وبطاقة صفراء لصالح فريق نادي الاتحاد وللاعبه أحمد العوفي. تبديل قادم محمود كهرباء، تغيير قادم لفريق نادي الاتحاد. محمود كهرباء خارج أرضية الملعب كبديل أو كتغيير لصالح فريق نادي الاتحاد، والدخول لقصي خيبر. خلاص قصي خيبر يلعب محور ارتكاز. يبدو لي هذا مدرب الاتحاد السيد حسين سييرا يريد انهاء المباراة بهذه النتيجة، تدعيم الفريق بلاعب محور قصي خيبري. والكرة الآن لصالح محمد عيد صاحب الهدف الثاني لفريق نادي النصر، وسط عزيز ومؤازرة من الجماهير الاتحادية في لقاء اليوم. كرة الآن خطيرة على مرمى النصر الارتدادية. فهد المولد يلعب كرة العكاشي وخروج للشمري بالراس. قصة يبعد كرة إلى رمية جانبية لصالح فريق نادي النصر. حضور جماهيري كبير من قبل جماهير الفريقين. حتى الآن ربيع السفياني يحاول النصر المرور أكثر من لاعب، مقطوعة كرة بالذكاء، هذه بالمخ يا فهد يا أنصار. حاول يلعبها بطريقة ذكية طويلة من خلف حارس المرمى، ولكن مرت بسلام. عادت الآن لعبد الرشيد للاتحاد، نلعب في آخر دقائق المباراة. أحمد العكايشي للاتحاد يحاول مرور، العكايشي معها يطلق
فريق نادي الاتحاد على النصر ب3 أهداف مقابل هدفين. مبروك الفريق الاتحادي احتلال المركز الثالث في هذه البطولة، وهارد لك لفريق نادي النصر. سلامات الكابتن يحيى الشهري اللي طلع مصابا في الدقائق الماضية. إذا نبارك لفريق نادي الاتحاد الانتصار وتحقيقه للمركز الثالث في هذه البطولة، وهارد لك لفريق النصراوي تحقيق المركز الرابع بانتظار أيضا نتائج أو نتيجة المباراة النهائية بين الإنتاج الحربي وفريق نادي الوداد البيضاوي المغربي. كنت معكم محمد الخامسي واصفا ومعلقا على قمة الاتحاد والنصر في دورة تبوك الدولية الودية الأولى. العودة الآن للزميل وائل القحطاني. زميل وائل لك الكلمة تفضل. شكرا للزميل محمد الخامسي الذي كان معلقا واصفا على مجريات هذا اللقاء. اذا الف مبروك للجماهير الاتحاديه ولفريق الاتحاد الفوز على النصر ب3 أهداف مقابل هدفين. المباراه كانت ما بين الطرفين هنا وهناك للفريق النصراوي والفريق الاتحادي. الف مبروك مجددا للفريق الاتحاد حصول على المركز الثالث، هارد لك الفريق النصراوي، والف مبروك ايضا للفريق النصراوي حصول على المركز الرابع في هذه البطوله التي يستضيفها صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز من منطقه تبوك. الكل هنا رابع في هذه البطوله، في هذه المشاركه في دوره تبوك الوديه الاولى.